فيعني انا كمصري بشكر حضرتك يعني يا باشمهندس هاني. لا ده طبعا واجب الظروف اللي احنا بنمر بيها والقرارات طبعا المفاجاه اللي بتحصل. نعم. فالحقيقه طبعا انا عايز اذكر الجانب الغيري من الحقيقه ان هو وافق طبعا على ان احنا نغير الملعب، لانه تغيير الملعب حضرتك عارف هو للاعب دولي انه قبلها ب10 ايام صعب ان انت تغير الملعب. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه الملعب غير معتمد من الاتحاد الدولي، دي كمان اصعب. نعم. الحاجه الثالثه انه الجانب الغيني نظم نفسه على ان المباراه في التوقيت المناسب ليه او اللي احنا حددناه له. نعم. على المكان غير كل ده طبعا في 3 صعوبات كانت موجوده الحقيقه. طيب يعني باشمهندس هاني، انا مش عارف، سمعت الكابتن ضياء السيد بيقول ان هو يتمنى ان تلعب المباراه الفاصله القادمه ان شاء الله بعد مباراه غينيا. طبعا هيكون في مباراتين، مباراه هنا في مصر ومباراه خارج مصر. هو يتمنى ان يلعب مباراه اللي هتبقى هنا في مصر خارج مصر، يعني في احد الدول اللي ممكن يكون فيها جاليه مصريه كبيره. يعني ايه راي حضرتك في هذا الكلام؟ لا انا طبعا انا مش مع الكلام ده كمان ابدا، يعني لانه احنا بنحارب وبنقاتل ان احنا سواء الاهلي او الزمالك او المنتخب. نعم. في مباريات كثيره جدا كانت ممكن ان تنقل خارج مصر، انما كنت انا حريص دايما انها تبقى موجوده في مصر، وبنقاتل عشان النقطه دي. ما ويمكن حضرتك شفت يمكن يوم 14 اغسطس كانت مباراه بتتلعب في الجونه، مباراه وديه اثناء فضل مصر واوغندا. نعم. لان كنا حريصين ان برضه لازم ندي رساله عالميه، الحياه ما بتقفش، يعني الحياه يعني هو كابتن ضياء كابتن رايه في الموضوع ده باشمهندس هاني، ان هو بيقول ان يعني هنا مش هيبقى فيه ميزه ان انت هتلعب من غير جمهور، وان انت هتلعب في يعني على اعتبار ان احنا هنلعب في الجونه يعني. فهو بيقول ان يعني هتبقى صعب جدا اللعب في الجونه وهتلعب من غير ميزه بدون جمهور، ولكن لو طلعت في بلد فيها جاليه مصريه كبيره هتاخد الميزه، الملعب الكويس والجمهور الكتير. لا هو اولا ملعب الجونه المفروض يتلعب فيه البلاي اوف اللي هو مباراتين النهائيين، ده ممنوع يعني حتى يعني احنا بنستبعد ملعب الجونه من المباراتين النهائيتين. لا ده غير موجود وغير مسموح. انما الحقيقه طبعا هو هو المتاح، هو طبعا لازم يلعب في القاره الافريقيه، يعني ما يقدرش يلعب زي ما كانوا بيقولوا يلعبوا في الامارات او في اي بلد اخرى. نعم. ده غير مقبول وغير مسموح ان يتلعب بره القاره الافريقيه. فالمتاح له حضرتك شايف تونس بيلعب بدون جمهور، ليبيا فيها مشاكل، السودان طبعا ناس استقبلتنا كتير ولكن طبعا درجات حراره عليها هناك، يعني في مشاكل مش هيبقى عنده ولا المغرب 5 ساعات. ما اعتقدش ان هو يبقى فيه مناسب، انما الحقيقه احنا لازم كاعلام ونشاطر القياده السياسيه سواء على مستوى الداخليه ومستوى القوات المسلحه ان احنا نلعب المباراه حتى لو ب 10,000 متفرج في برج العرب، واحنا قادرين على التامين. واعتقد انه ملعب برج العرب 80,000 10,000 يا باشمهندس، 10,000 متفرج، يعني مباراه زي دي في ملعب زي برج العرب بيسمح ب 80,000 متفرج، لما يبقى فيه 10,000 اعتقد برضه هتبقى يعني مش عارف. كلام احنا عندنا ظروف واحنا في اولويات للدوله، في اولويات لنا. الحقيقه برضه احنا لازم نراعي ان في مهام كثيره للامن في الفتره دي. انما يعني بقول يعني عين واحده ولا عينتين يعني ربنا يسهل، بس ان هم طبعا يقبلوا ان احنا نلعب. وانا اعتقد ان الجمهور هيكون حريص جدا على انه يبقى في التزام، وزي ما قلت لحضرتك احنا نظمنا مباريات كتير زي ما انت قلت في برج العرب ب 80,000. نعم. وفي استاد القاهره ب 80,000. فاعتقد ان احنا قادرين ان احنا ننظم المباراه، ومن دلوقتي المفروض كل واحد يؤدي دوره مع سواء اعلام او مسؤولين ان يتناقش مع القياده الموجوده حاليا. نعم. هنلعب المباراه. امبارح انا كنت في الحقيقه مباراه سوبر، لسه كنت هقول لحضرتك كانت في زياره، يعني الاستاذ رجوب بيقول زياره الوفد العربي الى فلسطين تاريخيه وتتجاوز المعنى الرياضي. طبعا ده كان وفد من الاتحاد الدولي، وكنت حضرتك ترأس هذا الوفد. اتفضل يا فندم. لا اول الحقيقه يعني احنا عندنا بقالنا فتره طويله من الجمعيه العموميه السابقه في شهر